ابنك بيرفض يلبس، بيرفض ياكل، بيرفض يرد، كل حاجه لا، ده مش تمرد، دي مرحله اسمها انا هنا. تعالي بقى اما اقول لك نعرف ازاي نتعامل معاه. تابعي الفيديو ده للاخر عشان اقول لك 3 مفاتيح للتعامل الصح مع الطفل العنيد من غير صريخ ولا تهديد. اول حاجه لازم نعرفها ان الطفل بيبدا يحس بذاته ويجرب ان هو يقول لا كطريقه انه يثبت بيها انه مستقل وان انا هنا انا موجود، وده طبيعي جدا. برضه بيشوف ردود افعال. اول نصيحه ثبتي قواعد واضحه وحددي القواعد بتاعتك ببساطه وثبات. مثلا احنا بنغسل ايدينا قبل الاكل، ما تغيريش القاعده حسب مزاج، الثبات مهم. اديه اختيارات بدل ما تديله اوامر، بدل ما تقولي له البس قولي له تعالى اختار انت لبسه. طالما كده هيحس ان هو مشارك وهيعرف ان هو ياخد قرار صح. تجاهلي العناد الهادي وما تعانديش معاه. لو الطفل بيرفض حاجه لمجرد الرفض تجاهلي الموقف بهدوء. لما يلاقي مفيش رد فعل قوي هيرجع. عناد ابنك مش حرب، هو رساله عايز يوصل لك بيها ان هو كبر. لو عجبتك النصايح سيبلنا تعليق بعناد طفلي وهنكمل معاكي في فيديوهات جايه. وما تنسيش تعملي لايك وشير عشان كل ام تستفيد.